السلام عليكم وحلقة جديدة في القناة هنا عندنا. بص يا باشا، خلاصة الخلاصة في موضوع زيزو. احنا النهاردة نتكلم في موضوعين. منهم موضوع في انتقالات، ومنهم موضوع عن زيزو. طب حكاية زيزو هتنتهي عند ايه؟ حكاية زيزو هتنتهي زي ما انا هقول لك بالظبط كده دلوقتي. فكك بقى من السكريبت اللي متوزع والاهلاوية اللي رافضين يسمعوا والزملكاوية اللي عاملين يحطوا كده. فكك من كل ده. انا قبل كده قلت لك رامي ربيعه هيسيب الاهلي ويروح الزمالك او بيراميدز. رامي ربيعه هيسيب الاهلي ويروح يا الزمالك يا بيراميدز، بس الاقرب بيراميدز. جيت قلت لك ان زيزو هيروح الاهلي و... ومش هيكمل مع الزمالك. فعلا زيزو راح الاهلي ومش هيكمل مع الزمالك. قلت لك كذا مع حاجه كده جديده وحسين الشحات هيمشي من الاهلي وراح الزمالك يا اما فرقه في الخليج. وفعلا حسين الشحات ماشي وساب الاهلي راح فرقه في الخليج. فاسمع بقى اللي هقوله لك دلوقتي ده وانسى كده شويه. دلوقتي زيزو عنده حاليا حاليا عنده 30 سنة أو 29 سنة. فالراجل العقد القديم اللي كان عامله كان عنده مع الزمالك كان عامله 2022. فالعقد ده كان من 3 سنين وهو دلوقتي عنده 29 سنة. فأصبح العقد عامله وهو عنده 26 سنة، فأصبح أقل من 28. فبالنسبة لهم هم لو حد ما ينفعش يمضي طبعا مع فرقة وتعمل تأشيرة وانت في نادي وانت معاك باسبور والباسبور ده مسلمه للنادي، فانت ازاي عملت تأشيرة؟ دي حاجة احنا عايزين نفهمها. انت ازاي تعمل تأشيرة وانت مع الباسبور بتاعك مع الفريق بتاعك؟ دي مش مفهومة شوية من ناحية النادي والفريق. فده حد يا اما طلع له باسبور، يا الراجل ده راح عمل بدل فائد. والأقرب إن حد يعني إن هو الراجل راح عمل بدل فائد، عمل بدل فائد. وطبعا يعني الزمالك بعت استفسار للسفارة الأمريكية، فنادي السفارة الأمريكية قالت له الراجل ده راح يعمل عمل تأشيرة بعثة كأس العالم من مصر. شوف بقى، من مصر لأمريكا. تمام. طب مين من مصر راح كأس العالم؟ الأهلي. يا باشا كده الراجل ده مضى مع الأهلي، خلصت خلاص. خلصت ولا أي حالة. فالزمالك الأهلي في يوم 12/3 اللي فات إن هو مضى مع الزمالك مع الأهلي. دي قصة زيزو. وممكن ملعبش كأس العالم مع الأهلي، بس الأهلي أكيد هيحلها بفلوس وبكل حاجة بقى. الدولارات تحل كل حاجة. فلوس تركي الشيخ تحل كل حاجة. واللي بالمناسبة متخانق مع محمد الضماطي ومتخانق مع محمود الخطيب ماشي الموضوع الونش. ومحدش كان أزعل في موضوع الونش، وموضوع الونش اتعرف بسبب تركي الشيخ، بسبب الصورة اللي كان منزلها. فده شق. الشق التاني بقى الصفقة اللي هنتكلم عنها النهاردة. هي صفقة كبيرة، صفقة من الصفقات اللي نقول عليها توب توب نادي الزمالك. مين اللاعب التوب اللي احنا بنقول اللي هو رايح نادي الزمالك؟ واقول لك هو مين اللاعب، بس اخبط لايك كده عشان تسمع اللاعب كويس وتعمل تعليق كويس كده، شير. مين بقى اللاعب اللي هينتقل من نادي الاهلي لنادي الزمالك؟ فهو اللاعب هقوله لك تاني عشان يمكن محدش عارف، هو محمد شريف. محمد شريف الصفقة اللي احنا كنا مخبينها. محمد شريف رسميا في نادي الزمالك، رسميا في نادي الزمالك، رسميا في نادي الزمالك. محمد شريف الموسم القادم في نادي الزمالك. الموسم خلاص، الموسم بينتهي في السعودية خلاص على شهر 5 إن شاء الله. فهو خلاص الراجل يعني هيمضي مع الزمالك والدنيا بيس خالص معاه يعني. تمام. محمد شريف هيتقاضى من نادي الزمالك 2 مليون دولار. 2 مليون دولار دول كويسين جدا ليه، يعني 100 مليون جنيه مصري في السنة. فانت تمام، الدنيا معاك بيس يعني. وانت راجل محترف خلاص، انت صفحة الاهلي انطوت معاك. والاهلي نفسه هيجيبك عشان ما تروحش الزمالك. انت هتنافس وسام وهتنافس جراديشار. افلا تعقلون؟ ما مش معقولة طبعا انت تنافس الاتنين دول. الاتنين دول برضك قيمة وقامة كبيرة يعني. الاتنين دول لعيبة كبيرة جدا وليهم مساهمات في النادي الأهلي. فإمام عاشور على فكرة كمان لعب مهاجم يعني مع النادي الأهلي. متنساش كده في ماتش الزمالك اللي فات لعب مهاجم وجراديشار لعب وينج يمين. فالدنيا كانت شغالة يعني مع النادي الأهلي في الفترة بتاعت اللي فات إمام عاشور وهو مهاجم. فانت مش هتنافسهم هما الاثنين، ان هما الاثنين اجانب. فانت مش هتنافس اجنبي. تمام. فالزمالك عشان هو يمشي خلاص الجزيري، فانت تمام هتجيب الراجل ده مكانه خلاص. فانت من وجهة نظرك كمشجع كورة او مشجع زملكاوي، عايز محمد شريف يلعب في الزمالك ولا لا؟ وشايف ان اعتذار بتاع زيزو النهارده ينفع
يرجع تاني ويشفع له، يرجع نادي الزمالك ولا لأ. نشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم.